السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب. ايه رأيكم في السفرة الجميلة دي؟ انا جبت فرخة وعملت عليها صينية بطاطس، بس جميلة قوي قوي. تعالى اقول لكم انا عملت السفرة الجميلة ديت ازاي. سمي الله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنا هنسمي الله ونعمل محلول النقع اللي هو بتاع الفرخة. خلي بالكم دي فرخة، فاهمين؟ يعني المفروض تتحط في نص الطبلية، محدش يقرب لها. هنحط هنا ايه، حطيت زي لتر ونص ميه، تمام، من الحنفيه، وحطيت عليهم معلقتين سكر ومعلقتين ملح ورقتين لورا، وكمان ايه معلقتين خل. لو عندك ليمونه هتنزليها عليها، تمام. لو عندك معلقتين دقيق بردك هتحطيهم. النقع دوت هيستنى لمده ساعتين، وبتبقي منغزه الفراخ بالسكينه، لان اي دم او اي حاجه بتتسحب في الميه ديت، تمام. تيجي بعد كده اما تيجي تطيبي الفرخه او تسويها او كده، سواء تعمليها في شوربه او في صينيه، ما تلاقيش فيها السلسال اللي هو بيبقى بتاع الدم دوت او العظمه تزرق او الكلام ده. النقع دوت بيمحيها خالص، تمام. هنسيبها لمده ساعتين، وبعد الساعتين دوت بيبقى منظرها، بس الميه اللي نازله منها عامله ازاي. نشطفها ونرجع نكمل. بتشطفيها كويس او تسيبها في مصفى، وخلي بالك بعيد عن المواعين نهائي. ديت الايه، التتبيله بتاعتي. هعمل التتبيله هنا مختلفه، هحط بصل، طماطم، فصين توم، قرن فلفل اخضر. هضربهم في الكبه كويس قوي، وهرجع لكم تاني. بعد ما ضربتهم في الكبه دوت بيبقى شكلها. هبتدي ان انا انزل عليها بالبهارات. عندك بابريكا، عندك السبع بهارات، ملح، فلفل، عايزه تحطي حبه شطه، كل ده حطيه. هنزل عليها بعلبه زبادي اللي هي الطبيعي العاديه من غير سكر، ومعلقه عسل اسود او معلقه سكر، تمام، ومعلقه خل كبيره، وعصرة ايه ليمونة، ومعلقة زيت كبيرة. التتبيلة دي رهيبة عشان تبقي فاهمة، بتنقلك الفراخ في حتة تانية. فصين التوم اللي احنا حطيناهم ده بجد بجد بتخليلك سواء لحمة او فراخ في حتة تانية خالص، تمام. وادي الملح والفلفل، وهمسك كل اللي عندي ده كله، وهمرته او هدعكه كويس قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده، لحد لما ينزل المية بتاعته، تمام. جميلة جميلة، مش قادرة اوصفلك خلت الفراخ دايبة وعاملة ازاي. همسك الفراخ وهبتدي ان انا ايه، اعملها فيها كده، اتبلها بيها كويس قوي، ان انا اسيبها ايه، يعني فيها لمدة ساعتين على الاقل او ساعة. لو مستعجلة قوي خليها نص ساعة، بس المهم تبقى اكلت من التتبيلة، تمام، اتشمعت بيها. خدت من ايه، من الفوائد بتاعتها كلها، خدت من التتبيلة اللي هي ايه، تتبيلة المشويات، تمام. هتطلع لك احلى صينيه فراخ مشويه رهيبه. انا شلت معلقه من التتبيله ديت، وهقول لكم هعمل بيها ايه قبل ما احط فيها الفراخ، خلي بالك، تمام. خلاص اهيت انا عملتها واتركنت معايا لمده ساعتين. خلاص، هبتدي ان انا احطها في صينيه، من تحت تتبيله ومن فوق وايه ورصيت الفراخ. هحطها على البوتاجاز كده ايه، اول يعني ربع ساعه على نار عاليه، وبعد كده هدخلها الفرن، تمام. وده شكلها، ورحت مغطيها وشايلها. هنا بقى قلت اعمل لهم شويه شيبسي. ديت بطاطس من اللي هي الحمراء، ودي بطاطس من بتاعه الصينيه. خرطت اللي هي بتاعه الصينيه كده ايه، شرايح او دوائر زي ما انت ما بتقطعيها. جبت بصلايه كبيره وقطعتها جوانح، وهبتدي ان انا ايه، بحته سمنه ومعلقتين زيت، ان انا ادبلها. انا مش هخليها تاخد لون تغمق، انا هدبلها بس، تمام، لان احنا في الصيام ما تحماش ايه على صدرنا، تمام، يعني او تتعب معدتنا. هدبلها كويس قوي، واقوم منزله عليها البطاطس، هديهم الاتنين تشويحه. خلي بالك التشويحه دي بتنقلها في حته تانية، وعليهم فصين توم، تمام. شوحي بقى كده البطاطس مع التوم مع البصل، وهتشمي اجمل روايح، مش قادره اقولك جميله قد ايه، تمام. بس كده اخدوا من بعض، ماشي. هبتدي دلوقتي ان انا انزل عليها المعلقه بتاعه التتبيله اللي انا كنت قايله لك عليها شايلاها، بالظبط كده. وهقلبها برضك ايه معاهم، وهكون محضره عصير الطماطم وهنزل عليها. لو عايزه الصوص بتاع البطاطس كتير ممكن تحط لها ايه، كوبايه ميه، بس انا فضلت ان هي تكون كده عشان انشفها. وبرده حطيتها على البوتاجاز كده من فوق 10 دقايق، يا دوبك غلت، ودخلتها الفرن ايه على طول. الفرن طبعا بيبقى متسخن. هنا حطيت عليها الحوايج. الحوايج اللي هي الجوانح، الرقاب، الرقاب، بتاع ده،
الانثى الكبده، كل ده عشان خاطر ايه الاولاد، يعني حاجه تسند معاهم لما تيجي في الصيام كده، يا دوبك حته الفرخه وحبه الرز برضو ايه كده يعني. المهم هحط التوابل نفس اللي انا حطيتها على الفراخ، احط 7 بهارات، مرقه دجاج، احط عليه ايه ملح على فلفل. تمام. وده شكلها بعد ما طابت البطاطسايه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت طيبه. دي بقى انا مسكتها بشرتها، البطاطس اللي هي بتاعت ايه الشيبسي اللي هي الحمرا دي، انا قشرتها ورحت بشرها ايه في المبشره، وحطيت وغسلتها كويس اوي، نزلت النشا منها خالص. هحط عليها خل، احط معلقتين ايه بابريكا، معلقه شطه، اي بهارات انت عايزه تحطيها حطيها. وهركنها ايه شويه قبل ما اجي إيه قبل المغرب بشويه هقوم ايه محمراها. تمام. اهوت هسخن الزيت كويس واقوم منزله فيه البطاطس. تمام. دقيقتين بس هتلاقيها إيه يعني خدت لون معاكي. تمام. بس كده تبقى على نار متوسطه، وبتطلع مقرمشه احلى من الشيبسي بكتير جدا، يعني طعمها حلو قوي ومش بتشرب زيت كمان. انت بتبقي محضره مصفى جنبك وفيها ورقه او مناديل مطبخ، بتطلعي عليها على طول. تمام. جنب الاكله الخطيره ديت انا قلت اعمل حبه رز ايه الرز بحبايه وحبايه. هحط الاول بعد ما غسلت الرز كده وصفيته كويس، هحط ايه قيمه كوبايه كده وهحمرها كويس قوي. اطمني هي تاخد معاكي وقت شويه عبالة ايه ما تبتدي ان هي تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. اول ما هتاخد اللون الذهبي الجميل هنزل عليه ايه بقيه الرز الابيض، وهحط الميه بتاعتي وهحط الملح، وهسيبه ان هو يغلي، وبعد كده ههدي عليه. اي رز بايت عندي انا بقوم منزلاه في الوقت دوت، وده بيبقى شكله حطيت الرز البايت وقلبته مع بعض وكله توب. السفرة بتاعتي اهيت، وحطيت مخلل، البطاطس اهي، الحوايج حتى حطيتها في طبق لو عيله ولا حاجه حد عايزها. تمام. ملح فلفل. وحطيت الرز بتاعي اللي هو رز ايه حبايه وحبايه، او عايزه تعملي رز بشعريه. وعملت كوبايتين بلح بالشكل ده. ودي الفراخ بتاعتي، بصي اللون بتاعها رهيب جدا. الرز مفلفل. الرز البايت انا بعمله ايه يعني بالطريقه دي. وهي ديت السفرة بتاعتي البسيطة، كانت جميلة قوي وبألف هنا على قلوبكم. ما تنسوناش في اللايك.